اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة. من المواصفات المحببة ليا جدا الكبد والقوانص. هنعملها النهاردة بطريقة ما يكونش فيها اي زفارة خالص، هنعملها بطريقة سهلة ومش هتاخد وقت خالص في التسوية. والقوانص هنعملها بطريقة ما يبقاش فيها زفارة ولا تاخد اي وقت خالص. هنخش في الوصفة كده على طول، تعالوا شوفوها معانا. هنجيب كده الطاسة بتاعتنا ونحط فيها شوية زيت. دلوقتي احنا غاسلين القوانص حلوة قوي ومقطعينها، وهننزل بيها كده اهوت في الزيت، شوية زيت او شوية سمنة هنشوحهم. هتلاحظي كده اهوت ان القوانص بتنزل المية بتاعتها، انا مش هضيف لها اي مية خالص من عندي. دلوقتي بقى انا هحط لها شوية فلفل اسود، هديها بس تشويحة كده بسيطة. الطريقة ديت هتخلي القوانص ما تاخدش معانا وقت خالص. هسيبها بقى انا كده دلوقتي، هغطي عليها يعني حوالي مثلا 12 دقيقة او ربع ساعة كده، تستوي كده مع نفسها من غير اي حاجة خالص. في الوقت دوت انا هقطع بصلاية كده مكعبات صغننة. بصوا بقى هنا القوانص بتاعتنا ايه اللي حصل لها، ابتدت بقى دخلت في السوا، يعتبر كده بقت 3/4 سوا. هنا بقى ابتدت تحمر كده اهوت. اول ما تبتدي تحمر كده بالشكل دوت، ابتدي بقى انزل بالبصل، هشوحه معاها وفي نفس الوقت القوانص هتبتدي تكمل سواها. جربوها بالطريقه دي بجد جميله جدا، ومش هتلاقوا فيها اي ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص، طعمها بجد جميل جدا. دلوقتي كده بقى هغطي عليها هسيبها شويه برضو 10 دقايق كده ولا حاجه لغايه اما البصل يدبل. هقطع في الوقت دوت فلفل رومي، ولو عندك فلفل الوان يبقى جميل جدا، وطماطم كده مكعبات. هنا بقى البصله مع القوانص ابتدت تتشوح، وبدات القوانص تدخل في السوا وبقت جميله. هضيف بقى معايا الفلفل، وهشوح كل الخضار ده مع بعضه. هنزل بقى بالطماطم كده معايا اللي احنا قطعناها مكعبات. هفضل اشوح فيها كده اهوت، وكده كده الخضار بيفضل ينزل الميه بتاعته، يعني البصل والطماطم بينزل الميه بتاعته، بيخلي القوانص تكمل السوا بتاعتها. كده اهوت يعتبر الخضار بتاعي اتشوح وبقى جميل وكله مستوي، والقوانص في نفس الوقت كده دخلت في السوا خلاص اهي، بقيت معانا كده بالشكل دوت. اخر حاجه بقى عندي النار بتاعتي عاليه. هنزل بقى بالكبده دلوقتي اللي انا غسلاها كويس ومقطعاها مكعبات كده صغيره. هبتدي اقلب على الكبده بتاعتي دلوقتي، بس التقليب هيكون بالراحه مش هيكون جامد، عشان ايه الكبده ما تنزلش الميه بتاعتها. انا عايزه الكبده تبقى طريه كده وفي نفس الوقت مستويه، فلازم تكون النار بتاعتي عاليه، وانزل بالكبده تاخد ايه صدمه وتاخد اللون ده كده، وابتدي بقى ايه اقلب كده بالراحه فيها. هي الكبده عموما ما بتاخدش وقت في السوا خالص. انا دلوقتي القوانص مستويه والخضار مستوي وكل حاجه مستوي. هضيف بقى التوابل بتاعتي، هحط شويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه كمون، مش هكتر توابل كتير، يعني انا عايزه طعم الاكل يبان، عايزه طعم الكبده والقوانص والخضار يبقى باين، مش عايزه التوابل تغطي عليها. ابتدي برضو اشوح تشويحه بسيطه كده. هي الكبده ما بتاخدش بتاع حوالي 7 دقايق كده وبتكون استوت، تبقى جميله. هنا بقى الكبده بقت معانا بالشكل الجميل دوت، كده استوت وبقت ريحه بجد تحفه. كان في فصين توم اتحطوا بس انا نسيت اصورهم مع الكبده، بعد ما نزلت بالكبده نزلت بفصين توم وتشوحوا معاها. هنا بقى الكبد والقوانص بقت جاهزه معانا، وبجد بقى الطعم رهيب يا جماعه، رهيب جدا والله، والريحه حلوه قوي قوي قوي. ما خدتش وقت معايا في التسويه خالص، انا كده عملتها واحده واحده يعتبر معاكم.
فما خدتش اي وقت خالص معايا في التسويه. الطريقه دي حلوه جدا، جربوها وهتعجبكم. مفيش بقى ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص، الطعم بجد رهيب رهيب. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتنوروني كده في القناة، علشان تشوفوا ان شاء الله يوصل لكم الوصفات الجديدة كده اول باول، اللي هنعمل مع بعض الوصفات الاقتصادية وفي نفس الوقت يكون فيها قيمة غذائية كده، زي الصينية اللي عملناها مع بعض امبارح. في اخر الفيديو هتلاقوها صينية جبارة بجد، كانت حلوة قوي، كانت مجموعة خضار وبروتين مع بعض. يا ريت تشوفوها وتتفرجوا عليها، انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. كانت بجد جميلة جدا جدا جدا. لو لسه معايا دلوقتي وكملت لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك. مع السلامة.